مرة تانية اسلام محارب على القائم الاول، ولسه بقول لكم هدف بنيران صديقة، هدف بنيران صديقة، هدف التعادل، هدف التعادل. ياه مش ممكن. هنشوف مين. كانت الصورة كده على رامي بتروجيت وما بين مهاجمي بتروجيت. مرة تانية اتعملت حلوة، مرة تانية رجع مرة تانية الراجل لكن غيرت اتجاهها، يبقى فيها هدف هنا. شبيطة بيحرز هدف. لسه كنا بنتكلم بنقول ان في خطورة على فرقة بتروجيت، لكن قدر يستغل هنا شبيطة تقدم محمود شاكر عبد الفتاح في المساحة اللي فيكتور عايز يعدي بسرعاته، وشه في الارض الراجل لسه عايز يفكر في التسديد. تسديده يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه 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 حلوه، جول فيكتور اومو، تسديده ايه صاروخ. هشام شحاته وادي العرضيه، هوبا هدف لنادي الاتحاد السكندري. هدف حلو النادي الاتحاد السكندري. يفرح الاتحاد. خالد قمر بيمشيها للغندور وهجمه خطيره، هدف. الله 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 على هذا الهدف لفريق نادي الاتحاد السكندري. الله الله الله، هدفك جميل والله، مفيش حاجه في الكوره اسمها مستحيل يا خالد الغندور. اضاف السادس يسيبها لحسام عبد العال، بيلعب العرضيه وهدف لنادي اسوان. حماده السيد بالراس على طول، حماده والعرضيه من كاسونجوبا، يا سلام سلم. الشبكه بتتكلم، وهدف ثالث لنادي الاتحاد السكندري. محمد عادل في الدقيقه 78 ينجح محمد عادل في اضافه الثالث لنادي الاتحاد السكندري لتصبح النتيجه 3 الاتحاد 2 نادي اسوان. احمد شيل نوبي صاد داخل منطقه الجزاء، هوبا بالراس وهدف التعادل. اوتاكا، هدف التعادل. اوتاكا يدرك التعادل لنادي اسوان الثالث. من مين يا جماعه؟ من اوتاكا. على طول لعمر جمال، عمر جمال ولم كورته، صعد واحده حلوه 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 حلوه، جول احمد علي. يا ولد يا ولد يا ولد، لسه بقول لكم احمد علي قناص في الدقيقه 38. داخل عاصم صلاح وجوه الجول عاصم صلاح يعيد المباراة إلى نقطة البداية. سواء في الهجمات، رد دفاعيا بشكل مثالي أيضا داخل ال 18 ويطلع ويتعامل في اللعبة الأخيرة. داوودة عرضية خطيرة، ممكن جول خطيرة، هدف في منتهى الجمال. إيريك تراوري موجود يسجل بدماغه أول عرضية تطلع سليمة، إيريك تراوري يستغلها بهدف. إنما لغاية دلوقتي ما شفناش حاجه هجوميه. ترقيصه حلوه يا ولد يا لعيب، خطيره، عرضيه، هدف عن طريق رجب نبيل. هنشوف جول الجول ايه؟ اقل من دقيقه رجب نبيل في نفسه بعد عرضيه عملها كويس قوي عبد الله جمعه. إيريك تراوري يسلمها لانطوي، حسين الشحات من العمق الهجومي، تمريره احمد الشيخ خطير لو وصل للكره في منتهى الخطوره، خطير شرير. الثاني جول خلصها لك ايه؟ مش بلسم بس يا ابني، منتهى الجمال. شيخ المقصه شكل تاني، شيخ تاني. 2-1 لصالح المقصه بعرضيه وكوره خلصها تماما وحل كل المشاكل الهجوميه. ده وسط الملعب من جديد، خدها فريد شوقي، حلوه المره دي لشوقي، يلعبها خطيره جمعه، خطير لخبطه هيرمان كواو. جول هيرمان كواو، لو ضاعت كانت هتبقى مشكله. هدف بعد اقل من 3 دقايق من نزوله، وينجح حسام حسن بالتبديل. هيرمان كواو هو اللي معاه السر التهديفي من على الدكه. 2-2 في لقاء بقى في منتهى الجمال ب4 أهداف. ادي فك شويه كأن سمع كلامنا. جون انطوي بره المنطقه لداوودة، خطير، تسديده يا ولد يا لعيب. ايه يا ابني الجون ده؟ ايه يا داوودة ده؟ ايه الجمال ده؟ حلوه. بيقول لهم بلاش، انا كنت لعيب في النادي المصري. منتهى الجمال والروعه. محمد طارق ابو العز لاحمد داوودة،
يلعبها في المكان الفاضي، شوط اكتر من رائع للمقص، عرضيه، جول جول جول. الغالي انطوي، مش ممكن اللقاء ده، منتهى المتعه، منتهى الجمال، منتهى الروعه. جون انطوي 4-2 في واحده من احلى لقاءات الاسبوع رقم 21 ان لم تكن من افضل لقاءات الدوري. يلعب على طول تاني 3-4 باصات عبد الله يلعب تاني لاحمد حجازي لكن في مكان واحد، وبدا قافل كويس فرقه الداخليه. تاني سعد سمير، سعد هيمشي سعد ويحاول يكمل معاه على طول بوبا، كمل سعد شاط من بعيد، سعد سمير، سعد يحيى سعد، هدف في الدقيقه 15. سعد سمير كمل هو وفاجئ الجميع، والكره بتاعتها خدعت محمد فتحي، وسعد سمير في الدقيقه 15. وعبد الله وليد اللي لعبها، جول يا ولد يا مخادع يا وليد يا سليمان، جول حلوه، هدف جميل وليد سليمان. والاهلي كان ليه ركنيه وحيده في الشوط الاول. تاني كره بتتلعب على طول، باصه والثانيه ميدو جابر، عرضيه وبالراس، جول كوليبالي جاب جول. كوليبالي الراجل قال لكم انا عايز اقول انا اهو، كوليبالي جاب جول. كوليبالي ورايح الراجل على طول يعمل كده حركاته، ورايح لمين؟ رايح لحسام البدري. اللقطه اهي، رايح لحسام البدري بيقول له راهنت عليا وكده. عبد الله السعيد، واحده طويله لصبري، صبري عرضيه جول يا راجل يا كوليبالي، هدف رابع للنادي الاهلي. الراجل بيقول انا اهو يا جماعه الثقه مطلوبه. الدقيقه 92 كوليبالي. مهمه الفتحي وحفني واحمد رفعت عشان يحركوا المنطقه الاماميه بشكل افضل من كده، انما مقفلين عليهم لعيبه الشرقيه. ادي خطيره من الجبهه الشمال، ميدو يقتحم بره ال 18، تسديده خطيره، جنش مش ممكن، جول فجروها الشرقاويه هدف اول مع الدقيقه 5 من بدايه الشوط الثاني. مش ممكن، تسديده بيطلعها جنش وعلى طول الشرقيه هو اللي يسجل ويفاجئنا بهدف مع بدايه الشوط الثاني. مش ممكن، الكوره حيرتينا يا كوره في الوقت اللي الزمالك بيدور على التقدم. بيقضي فتره التجنيد بتاعته وكان بعيد عن المشاركه، ويمكن كابتن ضياء قال كلمه مهمه جدا، وهو ان الماتش ده تحضير او استعداد كويس لسعد، تمرينه كويسه لسعد عشان يرجع، عشان الاهم هو منتخب مصر. مفيش كلام الفتره القادمه بالنسبه لسعد وبالنسبه للاعيبه الدوليين، وماتش القطن الكاميروني كمان في افريقيا. ادي الهجمه بانو، هوبا، منتهى الخطوره، هدف لسموحه، هدف لنادي سموحه. اعزائي المشاهدين، اسلام محارب، هدف لسموحه لا شيء لنادي بتروجيت. بنشوف الهدف مره ثانيه مع بعض، ترتات الكوره لاسلام محارب، عنده القدام وعنده قدام شيكابالا، يا ولد يلمسها له عشان يكمل مسيرته، وهو يقف ويستنى وهيدي شيكابالا مره ثانيه، طولت من شيكابالا، بيجيبها ده مركز في ايه الجمال والحلويات ده، زي ما توقع محللينا قبل اللقاء، سواء الكابتن علاء ميهوب او الكابتن طارق مصطفى او الزميل الاعلامي تامر صقر، لما اجمعوا على ان احنا لازم نكون على موعد. ما رضيش يحتفل الراجل، ما رضيش يحتفل، انما ساب الاحتفال لمدربه. فتحي لنادي الزمالك بيلعبها معديه وبيطلعها باولو خطيره، ممكن جول محمد سعيد السنبوري في مساحه مره ثانيه، الراجل سريع وادى ايه، ضرب جزاء بنجامين المزعج. قلت لحضراتكم مزعج الكلام ده، الراجل خدها لنفسه، وادي هنا التهور الموجود من اسلام صلاح، الراجل خلاص عدى وفيها دفعه، وقرار حكم اللقاء هشام عبد الحميد، ادي الراجل خدها لنفسه وكمل وفيها دفعه، واكيد هيتكلم فيها طبعا زملائنا في الاستوديو التحليلي في الضربتين الجزاء، سواء اللي ضرب جزاء داخليه بره الملعب، بوسكا بينقذ. ادي اتعاد مره ثانيه وتألق احمد بوسكا. هروب لكريم بامبو وخطأ لقلبي دفاع نادي المقاولين العرب، بيحطها. ادي اللحظه وادي اللعبه، وادي بامبو على طول حاططها محمد شوقي غريب،
وادي اللعبه ايه، ادي اللعبه. كانوا الاثنين فين بقى؟ الاثنين فين؟ خالد عبد الرازق وشوقي غريب، ومتقدم ابراهيم شويه، وهدف اول بيحطها. ادي اللحظه الاول، واحده حلوه الناحيه الثانيه، جول. حلوه حلوه حلوه، جول كريم مصطفى. حلوه حلوه حلوه، جول كريم مصطفى. حلوه حلوه حلوه، رايح كريم وجول. حلوه حلوه من ورا المجد، في التعادل كريم مصطفى راكنها بيبه. فيها كثير من المفارقات، راحت وجت والريتم عالي والريتم نزل، وكل فريق تسيد المباراة في أجزاء منها، ولكن في النهاية الإنتاج الحربي بالخبرة بيكسب المباراة. أوكري الهدف الأول. الهدف الثاني اللي في وجهة نظري المتواضعة خلص على المباراة، قتلها وقتل طموح النصر التعدين برغم محاولاتهم عن طريق حسين أمين أو صلاح أمين. والهدف الثالث عن طريق أومد أوكري في الدقيقة الأخيرة بمساعدة طبعا المدافع وحارس المرمى، الاثنين دخلوا على بعض والكرة دي اتكررت طبعا. بس احنا كمان لينا ضربة جزاء متهيألي شايف طيب؟ لا ضربة جزاء فين؟ لا لا يعني ممكن نراجع تاني. اللي هو طرد فيها بتاعت صلاح أمين لا مش اللي طرد فيها عبارة بتاعت صلاح أمين يا كابتن ناصر. دي اللي طرد فيها. عارف الطرد ليه مجدي؟ لأن أنا كنت بكلم الست باك بتاعتي يسكت. لكن رزاق سيسي فضل القوه، رزاق سيسي فضل القوه، ماسك الخلفيه علي لطفي قنبله، وعلي لطفي بص هنا رزاق سيسي لو فضل مهاره. حماده طلبه يهدي هديه الرزاق سيسي. حد يطلع كده حماده، حد يطلع في قلب الملعب وانت لاعب دولي. وعلي لطفي نزل على ركبته الخلفيه، لكن رزاق سيسي لم يستغل ولم يعاقب الخطأ الفادح من حمادة طلبة، والفضل كل الفضل يعود للمتألق علي لطفي. عبد الساحلي يتمنى بالظفر بخدمات هذا اللاعب اللي غير مقيد افريقيا، وبالتالي هو اضافه لاي فريق يشارك في الشامبيونز ليج او كونفدريشن كاب. ادي عمرو مرعي عمل توقيت اكتر من رائع في التيك اوف، ويطلع قبل الحارس رضا السيد. اسوان كان متفوق وضيع، ومن يعني لا يسجل يقبل، وعمرو مرعي يعاقب الاسوانيين بهدف هو الثامن له هذا الموسم، والهدف الاول في هذا اللقاء، الهدف الافتتاحي يسجله عمرو مرعي، هدف الاول لانبي في الدقيقه رقم 16. توقيع اللاعب الامامنا في الزمالك وحرس الحدود والدراويش بسيو، الكره المصريه عبد الحميد بسيوني. هذه اللقطه برضو اللي كان فيها جدل اللقطه اللي فاتت، هل جت في ايد حماده طلبه وهو واقع؟ لان يفسروا لنا شاور ازاي عوض سعفان، هل هو شاور ضربه حره مباشره ولا شاور ناحيه ضربه نقطه الجزاء؟ لكن ما جريش ناحيه نقطه الجزاء. قرار لخبطنا كتير، حتى وان كنا في الملعب فضلنا مترددين كتير جدا عشان نعرف 5 مرات، ولو في المرمى ما كانش يقدر يعمل لها حاجه. شوف شديد لبست في وجه القدم، لكن التوجيه ما كانش احسن حاجه. تطلع لطيف في الدقيقه 16. لقاء لم يبح بعد بكامل اسراره، لسه في الكثير جدير بالمشاهده مع مطلع احداث الشوط الثاني، لذا تابعونا بعد استراحه قليله. عزيزي كابتن خالد لطيف انقل اليك الكلمه. القوه، لكن هو جيري كويس جدا طبعا. معاذ وحماده طبعا واقفين بشكل كويس، بشكل سيء جدا. السرعات قليله جدا، هو زود. شوف معاذ الحناوي بيعمل ايه، مش ممكن كرة بقت من هنا تجيبها توديها لهنا، مش ممكن من على الخط، وكرة ميتة، ولو حطها رأسية في ركنية مفيش مشكلة. لكن ماريو مارتينيز هيلعب الضربة الحرة المباشرة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ماريو مارتينيز، ولسبب غير معلوم هو رفض التعبير عن فرحته. هو ما كانش بيلعب في أسوان قبل كده، لكن ماريو مارتينيز وكأنها ضربة جزاء، والكرة كمان مش على بعد 10 ياردات، لكن هو واثق في قدمه اليسرى ماريو مارتينيز، ويحطها أول لمسة ليها داخل المرمى تغالط رضا السيد. هزيمة قاسية وتقيلة جدا في يوم الثلاثيات. فاز سيد البلد على مصر المقصة بثلاثية نظيفة، وأجمل الأهداف ثلاثية لهدف عفوا، وأجمل الأهداف ثلاثية نظيفة لإمبي على الضيف فريق أسوان من فوق رأس أوتاكا الحائط البشري بغرابة شديدة جدا. ما نطش كان مش ممكن فرصة خطر جدا، مش ممكن على الكورة. فوزي حطها ببطن رجله وجايه له تراوري. ادي بتتعاد مرة تانية، لمسها الهاني، وهنا يعني الراجل رد فعله
فوافي كان متاخر شويه، قال لك هتترد وهتتلعب بقى عشان تجي لي على رجلي الشمال، لكن جت على يمينه، يعني اتلخبط شويه الراجل. كان ممكن يبقى فرصه هدف اول. ادي بدايه، ادي الكره جول. لسه بتكلم وبقول الاتحاد سيد البلد وجاب جول رائع. كاسونجو الهداف، كاسونجو الهداف. حلوه 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 وهدف رائع 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 من عرضيه نور السيد، وحاططها ايه؟ حاططها بتزغرط جوه الجول. حلوه حلوه حلوه، جول جميل وصوتنا بيعلى مع الاجوال الحلوه. اول ما اتلعبت الكره ما فيهاش تسلل، حلوه ببطن رجله بيتفرج عليها زينا، ورايحه في المقص بيتفرج عليها احمد مسعود عشان يبقى هدف في الدقيقه 28. الله على متعه الاجوال. حلوه حلوه كاسونجو، بيحرجم عليها كاسونجو. بلياردو بلياردو كاسونجو. انا كنت عايزه دي الهجمه اللي انا بقول لحضرتك عايز. شوف ده تمركز خاطئ من الكابتن محمود عاشور. ما ينفعش كابتن محمود عاشور يبقى موجود هنا يمنع هجمه. دي هجمه يعني دي كان الراجل هيسدد. دي هدف، ده هدف. انا يعني بقول لو الثانيه كمان عمل بلوك حلو قوي. فاذا برضه كابتن محمود عاشور برضه التمركز ده بيد الراجل كتف كمان. ده ينفع كابتن خالد؟ قانوني. لا بص كمان عمل بلوك اهو. بص يعني في اتجاه توفيق وعدم توفيق حتى في يعني حظ وحش في الحته ناحيه الشمال. حطها حلوه والله جون انطوي. عايزه بس يلف وسطه يبقى فيها مرونه شويه وتروح في الزاويه البعيده، لكن كان مكمل مع المدافع، قفل عليه كمان زاويه التسديد والزحلقه مع المدافع. حطها بجوار القائم اليمين لهاني سليمان. نص الملعب، هل محمد عادل حطها بينيه، وهنا خطا من الاثنين المساكين مودي واحمد سامي. يا سلام يا ولد يا كاسونجو، يا سلام يا كاسونجو. راجل بمهاره عاليه جدا بيرقص وبمنتهى دينا متابعينا. قرار سليم، راجل كان في موقف تسلل. قرار سليم من المساعد الثاني مدحت عوده. الدوري ادي هنا العرضيه وهدف محمد عطوه طالع وراكب الكوره بدون اي رقابه من خط الظهر. ادي الراجل هنا مش عايز يفرح طبعا، كان بيلعب في المقاصه الموسم الماضي، يعني بيشاور كده وبيسجد. الراجل بيشكر ربنا طبعا. تروح فوق وهدف. واخيرا هنشوف جون انطوي بيحرز هدف فين؟ في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع. جون انطوي بيتقدم بهدف للمقاصه 3-1. جون انطوي يرفع رصيده ل6 اهداف، منهم 5 اهداف مع المقاصه وهدف مع النادي الاهلي. ادي زعلان طبعا الجهاز الفني. يحضر بجون مع الدقيقه 77. هنشوفها مره ثانيه. جه يطلع من على الايمن قريب محمد طارق، هنشوف ولا لؤي وائل. وادي الخطا بقى سواء من الحائط البشري اللي فتح بشكل غريب ويحطها في المرمى، مش ممكن. 1-0 لصالح طلائع الجيش. ادي اللعبه وادي الحكايه من اولها، والخطا اللي عملوه داخل ال6 ياردة. بص الراجل حطها ولا احسن فرود، انما عامر هيعمل ايه؟ وبقول الخطا الاول كان للحائط البشري اللي بيضغطوا بشكل جيد في كل مساحات الملعب. فتحي يشيل عرضيه خطيره، ممكن جول. عبد الله السعيد الهدف الاول. وقلنا اول ما صبر الرحيل من 2-3 عمل واحده جوه ال18، انما بص العرضيه السليمه، واول مره بقى يهرب من ورا المدافعين عبد الله السعيد بحاله من الاهمال الدفاعي للخطوط الخلفيه لعيبه التعدين. الاهلي بيسجل اول اهدافه 1-0. عبد الله السعيد اللي هيعتلي النهارده قائمه الهدافين ب8 تجوان، ويسبق كده وليد سليمان، عمرو جمال. 4 اسماء. نشوف الهجمه من الجبهه الشمال، ميدو جابر طلعها لبره في منتهى الخطوره. جول. عبد الله السعيد اتقل تاخد حاجه نظيف، اللي قلنا كان غايب عن التهديف من الاسبوع رقم 16 ورجع في الاسبوع اللي فات امام طلائع الجيش بضربه جزاء، اللي قلنا برضو واحنا بنعلق على المباراه هترجعه لحالته التهديفيه. اللعيب لما بيغيب بيحتاج الثقه، انما بص عرضيه ميدو جابر وهي جايه له واخد القرار وعارف هيتصرف ازاي، عكس لعب كوليبالي اللي ما قدرش ان يطلعها لبره كده في الشوط الاول. دلوقتي ما طلعش واشتغل لقدام، لسه الكره جوه الملعب، خطفها ميدو جابر، يلعب عرضيه طلعت عبد الوهاب، ممكن الثالث
ممكن الثالث سليمان كوليبالي. وريني الشقلباز يا ابني. ادي سليمان كوليبالي وخطأ من طريق مع بداية الشوط الثاني مع الدقيقة 51 سجلوا. ادي الغلطة اللي عملوها وكانت الكرة جوه الملعب خطفها ميدو جابر اللي بيعمل جونين النهارده. والتمركز الدفاعي وحالة الفوضى اللي جوه 18 اسلام صيام مع احمد عبد الموجود استغلها كويس قوي سليمان كوليبالي. وخطأ كبير لحارس المرمى عشان يحطها سهلة ويجيب النهارده سادس اهدافه. 3-0 للنادي الاهلي. نفس مفيش اي مشاكل. ودي الاجوان اللي جابها سليمان كوليبالي ويقع على الكوره طلعت عبد الوهاب. الاهلي امام زناكو السبت. كل الامنيات الطيبه للقلعه البيضاء امام كابسيون البدري. ممكن يكون هو بيقول تعليمات ولا حاجه. على فكره في اللائحه الجديده التعديلات الجديده المدير الفني اللي موقوف ممنوع ان هو يبقى فيه اي وسيله اتصال بالجهاز الفني اللي موجود في الملعب. شفنا المشهد في اللقاء اللي فات. انما خلينا نشوف اعاده الاجوان بتاعت عبد الله. 3 اجوان. وبص التمركز بتاع لعيبه التعدين. 5 لعيبه موجودين انما مش بالقطره. انت واقف ازاي؟ عندك حتتين 3 فيهم مشاكل النهارده. عمليه التمركز. يقرب هيثم مصطفى من وسط الملعب على مهلهم. ورجع بقى على قطاع الناشئين في النادي الاهلي احمد عبد المنعم كشري اللي قلت كان واحد من فراوده بدايه التسعينيات. ايوه الحكم بيقول العب ما فيهاش حاجه. رايح للعيبه المقاولين العرب على طول حاطط ايده بيقول ضربه مرمى. رايح كل لعيبه المقاولين كده يعترضوا. محمد عوده من بره لكن خلاص ادى ضربه مرمى. والتغيير الاول لنادي المقاولين العرب محمد فضل بيستعد خلاص جاهز. هنشوف اللعبه تاني. ادي اللعبه ادي اللعبه ادي اللعبه ادي اللعبه تاني. احمد علي وادي ناصف معاه. ضربه مرمى يلعب الشناوي. وهنشوف محمد فضل هينزل مكان مين. وادي الكابتن محمد عوده يعني الراجل بيطالب. وادي الاعتراض لكن شوفوا هنا محمد 10 هجمه مرتده حلوه. 2 على 2 2 على 2. محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق محمد فاروق. جول 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 محمد فاروق في الدقيقه 29. الدقيقه 29 محمد فاروق هدف التعادل. هجمه مرتده على طول دقيقه 29 بيسجل محمد فاروق هدف التعادل لنادي المقاولين العرب. شوفوا الهجمه المرتده محمد فاروق بقول 2 على 2. وقع علي جبر استنى محمود حمدي رقصه لعبها على طول. لحظه خروج الشناوي في الزاويه اليسرى. ادي كريم مصطفى. كريم مصطفى عملها حلوه لمحمد فاروق. راح فاروق راح فاروق وقع اسامه. كمل 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 محمد ناصف. ده محمد ناصف في الاخرانيه. ادي شوفوا بقى الخطا. ناصف كان متقدم الاثنين محمود حمدي ومحمد 2-1. مفيش حد احسن من حد. المرتده ارتدت على طول للزمالك. ادي اللعبه وادي اتلعبت وادي اسامه عدى عرضيه. استني فينك يا راجل من زمان. قلشت خبطت لكن في الاخر ايه جول. 2-1. ادي اسامه ابراهيم وادي استنلي على طول. جول الثاني لنادي الزمالك. 2 الزمالك 1 المقاولين العرب. ادي الكوره هتحلو. وادي اسماعيل يوسف رئيس جهاز الكوره في تقدم في الشوط الاول 1-0 على سموحه. المجتهد اللي بيلعب ولكن بيضيع كورتين ما يضيعوش من احمد رؤوف. بيضيعوا علشان في النهر ابيض. ادي رزاق يلعب البينيه داخل منطقه الجزاء لكن يطلع طول السمان بالبوكس والمرمى فاضي. هي حب اسوان الكره حب اسوان. محمد رزق نزل على طول المحارب اسلام محارب. لكن شوف هنا المهدي عمل ايه. ما مسكش ليه المهدي سليمان. والكره حبه اسوان تعدي من 2 بغرابه شديده جدا. والهدف الثاني الغالي جدا وهو ده مكمن الخطوره. رزاق سيسي ثنائي خط الوسط. شوف تروح لمحمد رزق يحطها ببطن القدم يا ولد كانه بيلعب ضربه جزاء. تعدي من ايمن اشرف وتعدي من المهدي سليمان. وهدف غالي جدا لاسوان. شوف مؤمن سليمان. شوف تعبير وجه مؤمن سليمان
مهنه شاطره لنا بعد اللقاء. محمود المتولي واسلام طارق، ضرب جزاء للنادي الاسماعيلي. محمود متولي كابتن النادي الاسماعيلي النهارده. متولي واسلام طارق، متولي وهدف، هدف للنادي الاسماعيلي، هدف من ضرب جزاء. مش ممكن على الاثاره، مش ممكن على الاثاره في الدقائق الاخيره. كان الله في عون المدربين، يعني كان الله في عون المدربين والكابتن خالد عيد في توقيت صعب جدا. النادي الاسماعيلي ضرب جزاء في الدقيقه اللي اتحسبت كانت في الدقيقه الثانيه، لكن خدنا وقت كتير جدا على ما اتلعبت، دخلنا في 7 دقائق. هدف للنادي الاسماعيلي احرزه محمود المتولي من ضربه جزاء. حطت على يمين اسلام طارق، كان رايح معاها اسلام طارق، كان ممكن ينقذها. لمسها كمان بايده المتولي، يعني لمسها المتولي بايده، حاططها ايه، لمسها كان ممكن يشيلها المتولي. حظه الكرة على خط التماس، ماشي عدى وانطلق ومعاه قرب له جيمس تيدي بيلعب هو العرضيه، وهنا الخطا. نيران صديقه، نيران صديقه، جول نيران صديقه لم يلمسها لا جيمس تيدي ولا مره ثانيه. ادي الانطلاقه بتاعته حلوه قوي، اول دخول لرمضان، وادي الكرة معديه كانت عن طريق ممدوح عبد الحي في لقاء 3-1. نشوف الاماميه خطيره جوه المنطقه، ركله جزاء. اول لعبه خطيره وشرسه وهي رايحه، قلت خطيره. عبد الله السعيد ينجح ان هو ياخد. وليد سليمان دخل ال 18، ولكن تمريره عبد الله السعيد اللي بتكلم عليها والراجل خده من رجله. بص من البدايه والحكايه من اولها، عبد الله الوليد الاثنين اللي صنعوا الفارق. وادي الحلول بقى والمفاجاه الهجوميه. تايد قمه التركيز، اللي عاوز جون يرجعه مره ثانيه لحالته التهديفيه. الدقيقه 25 بيطلع اللعيبه بره. ابراهيم نور الدين، عبد الله وعماد، يا ولد، جول من خلال وليد سليمان وعبد الله السعيد ان هم ياخدوا ركله جزاء ويسجلها عبد الله السعيد اللي بيحضر النهارده بهدف سابع ليه عشان يتساوى مع وليد سليمان ومؤمن زكريا الثلاثه اللي مسجلين 21 هدف من اجمالي اهداف الاحمر اللي وصلت النهارده 45 جون عشان يدخلوا ورا المقصه تاني اقوى قدرات تهديفيه في جدول المسابقه. 1-0 اللي قلت لقاء الدور الاول كان 3 وكان متأزم. صالح يبعد عن الكرة لاشياء اخرى، بيتمنى وجود صالح جمعه. دي شهاب الجزار يعود من جديد، هدف غالي جدا، هو اول اهدافه هذا الموسم، لكنه اغلى الاهداف. استلم بالشمال وبسن القدم اليمنى، ولا كانه روماريو كان بيعملها دي. شوف شهاب، روماريو كان بيعملها. روماريو في روسيا في كاس العالم 94 حط اخت دي 90 ولا 94 الذاكره مش حاضره. يلعبها مشتركه عند رضا العزب وصلاح امين. عدى صلاح بسرعته ولعبها بوجه القدم الخارجي. لا مش قصدها يا صلاح، مش ممكن تبقى قصدها يا صلاح، والا يبقى الموضوع كبير قوي. صلاح امين وجول عالمي الى الانتاج الحربي، ويطلق رصاصه الرحم على طنطا. شوف صلاح عدى هنا، هو بص مش ممكن صلاح امين. ايه الجمال ده وايه وجه القدم الخارجي ده؟ هو لو قصدها مش هتروح كده، ما هو لو قصدها. في المواسم السابقه طارق طه اوفر جميل، ما يخرجش اسلام طارق، والاستلام اجمل يا صلاح. لا دي مقصوده، جول عالمي صلاح امين. يا ولد دي مقصوده، ولا احد يجرؤ تماما ان يقول ان دي مش مقصوده. بيسدد دون ادنى ضغط، لكن الاوفر جميل. وشوف صلاح استلم ازاي وخدها على طول. يا ولد في البعيده، يا ولد جول جميل. بس انا يعني مفتري شويه، كان نفسي ما تنزلش وتلمس الارض، لو كان الاستلام ببطن القدم. اسلام فؤاد رقم 9. بينما تشكيلة النادي المصري صاحب الأرض اليوم، ادي نشوف الرأسية، لسه بنقول التشكيلة عملها جده محمد ناجي جده. أولين العرب تاريخيا صعب على النادي المصري. 180 سنتي، ألعاب دمنهور، الاتحاد، الأهلي، هال سيتي، ثم الإنتاج العرب الإنتاج الحربي، وأخيرا مقاولين العرب. ويلمس واحدة كده يفشل في التعامل معها بوسكا، اللاعب اللي سجل بالهدف ده 38 هدف في الدوري جده، مع المقاولين 3 أهداف.
اهداف، ومع الانتاج 7، ومع الاهلي 13، ومع الاتحاد السكندري. يا سافيولا انبي محمد الشامي، شوف بص ازاي وحطها ازاي. محمد الشامي اللاعب اللي كانت انطلاقته صاروخيه وسجل في مرمى النادي الاهلي في لقاء قبل نهائي في كاس مصر الموسم الماضي، محمد الشامي يحطها لابو السعود صعبه جدا. يا ولد على الحل الفردي، ويا ولد يا حسام يا حسن على التغيير. شوف محمد وعنده ثقه في نفسه، ظاهر له احمد جمعه لكن هو بص وحطها. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد الشامي، في الاسم شامي لكنه يلعب للمصري البورسعيدي وهو مصري اصيل. محمد الشامي يحط هدف جميل جدا على يسار الحارس محمود ابو السعود، واحد من اجمل. اسلام فؤاد رقم 9. بينما تشكيلة النادي المصري صاحب الارض اليوم، ادي نشوف الرأسية، لسه بنقول التشكيلة عملها جده محمد ناجي جده. قاولين العرب تاريخيا صعب على النادي المصري. 180 سم، العاب دمنهور للاتحاد الاهلي هال سيتي، ثم الانتاج الانتاج الحربي، واخيرا مقاولين العرب. ويلمس واحدة كده يفشل في التعامل معها بوسكا، اللاعب اللي سجل بالهدف ده 38 هدف في الدوري جده. مع المقاولين 3 أهداف، ومع الانتاج 7، ومع الاهلي 13، ومع الاتحاد السكندري. قص ال 18 في مواجهه اللعيبه اللي جايين السوليه وغالي، خدها تاني بترقيصه صالح جمعه. يا ولد يا لعيب صالح، خطير، عرضيه، جول عرضيه من جمعه. بقول لحضراتكم صالح في بدايه الهجمه 3-2. حسام غالي جاي في جبهته اليمين اللي فيها محمد هاني، علي فوزي يلعب عرضيه خطيره، جول عمرو مرعي، مش ممكن، عرضيه وهفوه دفاعيه في الرقابه على الخطير عمرو. بسيوني الرباعي الامامي هم اللي بيبداوا يشتغلوا، ضغط عليه محمد هاني، بيدور على الكوره، ترجع تاني البسيوني يلعب عرضيه داخل الصندوق في منتهى الخطوره، ضربه مزدوجه، جول عالمي، جول. ايه ام بي اللي عامله في 10 دقايق ده صلاح محسن. يا ولد ملعوبه صالح جمعه وعمرو جمال، الغايب تماما عن المشهد الهجومي لحمودي عاوز يلعب عرضيه، سحبه حلوه، عرضيه خطيره، جول. صالح جمعه لازم يسجل الراجل ده، انما حمودي قال له زي ما اديتني واحده انا موجود برضو يا جمعه، وصالح كمان للتهديف. 2-2 مع الدقيقه 65. بيراوغ الراجل كان في موقف تسلل لكن تمشي معاه. اسامه عدى لسه في الملعب، ممكن يلعب العرضيه على القائم الاول. ولسه بقول لكم الاتحاد زي ما اتكلمنا في الشوط الاول، خلي بالك يا سالم ممكن تتعور، يعني الراجل كاسونجو مش موجود لكن محمد سالم موجود النهارده، بيحرز هدف التقدم للاتحاد السكندري في الدقيقه 49. هدف اول محمد سالم بيحرز هدف في الدقيقه 49، هدف لمحمد سالم. تقدم زعيم الثغره او سيد البلد الاتحاد السكندري، خدها لنفسه كويس جدا محمد اسامه، وعرضيه والراجل قطع ما كمل بالفعل. ادي مره ثانيه العرضيه، ادى ضربه جزاء للنادي المصري، احمد شرويده التغيير الثالث. راحت الفرقه. ادي هنا ابتعاد مره ثانيه، عبد الله بيكا فيها لمسه يد على محمد عادل، جت في ايده بالفعل. يعني من الزاويه دي مش هتبان، الزاويه اللي قبليها هي اللي بينت كويس قوي اللقطه اللي كانت قدامنا، هنا تبان اكتر واكتر كمان، بانت كده قدامنا وهيتكلم فيها عبد الله بيكا. ضربه جزاء دقيقه 78. عبد الله بيكا وهدف التعادل، عبد الله بيكا في الدقيقه 78. هدف التعادل. عماد حمدي لابراهيم حسن، عمل كره عرضيه حلوه في اتجاه كالدرون. الله دق الجرس كالدرون الكولومبي، وكره عرضيه وضربه راس ذهبيه لكالدرون. يتقدم الاسماعيلي بهدف اصفر لمصلحه الدراويش. مركز ال15. اما الاسماعيلي من 31 اسبوع عنده 9 انتصارات. كريم بامبو ابراهيم حسن، الله، ابراهيم حسن في اليمين موجود،
في الشمال موجود، في القلب موجود ابراهيم حسن. الهدف الثاني لمصلحه النادي الاسماعيلي، الهدف الثاني لمصلحه الدراويش. جزاء عنده 4 من ركلات جزاء محمود المتولي، وادي ضربه حره لمصلحه اسوان. جاي لها احمد شديد قناوي، ترقب وانتظار في المدرجات، وركله حره لمصلحه اسوان من ناحيه اليمين. احمد شديد قناوي عملها عرضيه حلوه 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 حلوه، جول للازرق. خليفه 2-1 مصلحه النادي الاسماعيلي، و2-1 خاصيه على رزق اللي عمل ركله الجزاء. كمل معاه رزق كمان بعد الكره ما طولت منه، وخد رزق الانذار الثاني، واقصاء ما بعده اقصاء. لكيش هذا الموسم حسني عبد ربه ب6 أهداف. حسني عبد ربه، صفارة جهاد جريشة، عصام سعد، حسني 3 الدراويش و1 أسوان. حسني عبد ربه هدوء واداها شكل، وضربة رأس اعتقد ربما جونو تاكا، وانقاذ ما بعده انقاذ من الحارس عواد. ركنية لمصلحة أسوان، اتعملت عرضية حلوة، جيروم وايع 3-2. الله على دي مباراة، الله على دي ليلة رمضانية وأمسية رمضانية. خطير رؤى بينيه لاحمد عيد، مفيش تسلل. احمد عيد عبد الملك، يا ولد اوبا، جوه الجول احمد عيد عبد الملك. روعه الهدف الاول لفريق طلائع الجيش. مفيش اروع من كده، مفيش احلى من كده. الدقيقه 21، شوف مهاره ايه وحلاوه ايه، الدهن في العتائي. النجم الكبير احمد عيد عبد الملك بمهاره ايه وحلاوه ايه. حط كره ولا اروع ولا اجمل من كده، من فرصه، من نص فرصه. الراجل شوف، خلي بالك من كره رؤى ما فيهاش تسلل اهي ولا حاجه. شوف كره رؤى حطها، شوف دي هي دي الجول يا ولد يا احمد يا عيد. ثبت محمد كوكو في الجول، والهدف الاول لفريق طلائع الجيش يعلن عن اي وقت في اي مكان. كره اماميه ناحيه اليمين، حسين الشحات، خطير عرضيه، والتعادل. هدف التعادل لفريق مصر المقاصة. البديل اتى بهدف، هو جون انتي في الدقيقه 16 من شوط المباراه الثاني. التعادل، بقول لحضراتكم هدف يعني مصر المقاصة لابد ان هو يعود، وعاد مصر المقاصة بهدف التعادل من عرضيه حسين الشحات الى راس جون انتي ولا احمد الشيخ. راس خطير رؤى بينيه لاحمد عيد، مفيش تسلل. احمد عيد عبد الملك، يا ولد اوبا، جوه الجول احمد عيد عبد الملك. روعه الهدف الاول لفريق طلائع الجيش. مفيش اروع من كده، مفيش احلى من كده. الدقيقه 21، شوف مهاره ايه وحلاوه ايه، الدهن في العتائي. النجم الكبير احمد عيد عبد الملك بمهاره ايه وحلاوه ايه. حط كره ولا اروع ولا اجمل من كده، من فرصه، من نص فرصه. الراجل شوف، خلي بالك من كره رؤى ما فيهاش تسلل اهي ولا حاجه. شوف كره رؤى حطها، شوف دي هي دي الجول يا ولد يا احمد يا عيد. ثبت محمد كوكو في الجول، والهدف الاول لفريق طلائع الجيش يعلن عن اي وقت في اي مكان. كره اماميه ناحيه اليمين، حسين الشحات، خطير عرضيه، والتعادل. هدف التعادل لفريق مصر المقاصة. البديل اتى بهدف، هو جون انتي في الدقيقه 16 من شوط المباراه الثاني. التعادل، بقول لحضراتكم هدف يعني مصر المقاصة لابد ان هو يعود، وعاد مصر المقاصة بهدف التعادل من عرضيه حسين الشحات الى راس جون انتي ولا احمد الشيخ. كان ممكن يسدد، اتعملت بينيه من ميدو، كان متحرك كويس قوي مؤمن زكريا. مره ثانيه حلوه، يا ولد هدف رائع. صالح جمعه، قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء هو افضل لعيبه النادي الاهلي في التمرير واستلامه والثقه في نفسه. صالح جمعه بيحرز هدف ولا اروع من كده. صالح جمعه في الدقيقه 16 هدف رائع. يا سلام يا ولد، صوتنا بيعلى مع الحاجه الحلوه والاهداف الجميله. صالح جمعه هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 16. السلام على العرضيه، صبر رحيل، راجل ايه ما فكرش، وش رجله في الزاويه البعيده. حلوه يا ولد، حلوه. هدف رائع صالح جمعه، حلوه يا ولد، ما يقدرش يعمل لها حاجه محمد ابو جبل. يا سلام يا ولد،
شوفوا رايحه في حته صعبه جدا، حته صعبه جدا جدا على ابو جبل. كره اماميه، ادي خطا مره ثانيه من خط الظهر على حدود خط 18. رؤوف حلوه ما فيهاش تسلل، لسه فيها خطوره. هدف التعادل، هدف التعادل. لسه بقول لكم اخطاء خط الظهر قاتله، اخطاء قاتله. الراجل لو تتعاد مره ثانيه الراجل سندها له هنا، وفيها خطا من خط ظهر النادي الاهلي في الدقيقه 25. هدف لمصلحه سموحه. كره اتلعبت والراجل حطها كده بمنتهى السهوله للمهاجم احمد رؤوف اللي بقول لحضراتكم الهدافين المميزين. ادي اتعادت الكره هنا، بصوا اول ما طلعت ما فيهاش اي حاجه. اسلام محارب، اسلام محارب هو صاحب الهدف. اسلام محارب هدف في الدقيقه 25. صالح جمعه هدف النادي الاهلي كان في الدقيقه 16. صبر رحيل، صبري يحطها ناحيه الشمال لمؤمن زكريا، ممكن يلعب العرضيه حلوه. هدف ثاني، هدف ثاني. يا سلام يا ولد يا مؤمن، مؤمن زكريا وهدف وحطها في الجول. الراجل خدع ابو جبل وعمل انه يلعبها بالعرض يحطها بماركه اهداف ابو تريكه لما كان موجود مع النادي الاهلي. تتذكروا هدفه في بطوله افريقيا في مرمى السودان مع منتخب مصر، حطها ببطن رجليه بنفس الكره كده بالظبط، ومؤمن بيحطها في الزاويه الضيقه. الراجل خدع الحارس مؤمن زكريا وبيحرز هدف ثاني في الدقيقه 32. السلام يا ولد، اتحرك كويس جدا واتعملت له من البدايه من صبر رحيل اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه كويسه وخدع الكل. الراجل حطها ببطن رجله ويخدع هنا ابو جبل. هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن زكريا في الدقيقه 32 اتحرك كويس جدا 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 مؤمن زكريا. جمال مكمل الناحيه الثانيه. مؤمن وليد سليمان تمريره حلوه حلوه حلوه. الراجل لو وقع يبقى فيها ضربه جزاء، لكن هدف ثالث، هدف ثالث. يا سلام يا ولد، ده صالح جمعه، صالح جمعه الهدف الثاني ليه مع النادي الاهلي والهدف الثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه وبيأكد الراجل بيقول انا لعيب كبير ولعيب كويس واحق من ناس كتيره، لكن رؤيه الاجهزه الفنيه هي اللي شايفه كده. 3 النادي الاهلي سموحه 1. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70 من عمر اللقاء. حرك كويس جدا جدا جدا. كابتن حسام بيقوم. صالح جمعه هدف ثاني اتعملت حلوه. يا سلام يا وليد سليمان، وليد سليمان الراجل هنا لو لمس رجله فيها ضربه جزاء، لكن حطها ببطن رجله في الجول عشان يبقى هدف ثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70. خدها لنفسه كويس جدا وفكر يحطها مره واحده، والراجل حاول هنا خط ظهر سموحه، لكن هدف. ودي فرحه جماهير النادي الاهلي اللي جايه تستمتع باداء لاعبتها بعد حصولهم على لقب الدوري. جماهير اللي موجوده في استاد الجيش ببرج العرب، سهره كرويه جميله في استاد الجيش ببرج الساحه. حسام حسن فيها ضربه جزاء، فيها ضربه جزاء واضحه تماما، واضحه تماما، رغم ان كان في 3 4 لعيبه مكملين مع الراجل. يعني الراجل حط رجله كده. شوف بقى مؤمن ولا مين، تعبت حلوه من البدايه. تمريره حسام حسن كان من البدايه. ادي تمريره حمص، ادي مؤمن زكريا. كان احرز هدف في الشرقيه وفي المصري والاسماعيلي السيد فريد. السيد فريد في مواجهه الشناوي، ضربه جزاء السيد فريد، السيد فريد والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق سموحه. السيد فريد ده من ضربه جزاء. مباراه تحلو في الوقت المتبقي، قلت لحضراتكم المباراه لسه فيها اجوال. دقيقه 77 ادي هنا محمد الشناوي. البديل في الدقيقة 89 ضربة رأسية بيحرز الهدف الرابع لانتهي المباراة بفوز النادي. أحمد أكري في الدقيقة 19 بدأ من خطأ من أحمد سامي بيحرز الهدف الأول، ثم بعد ذلك استطاع باولو مفوفي في الدقيقة 71 إحراز هدف التعادل لفريق مصر المقاصة قبل أن يضيف جون أنطوي في الدقيقة 82 الهدف الثاني لفريق مصر المقاصة لانتهي المباراة فوز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد. ويسقط واحدة طويلة وعالية جوه ال 18 ومعدية الناحية الثانية المسعد وعلى عرضية وشيكابالا جول، وشيكابالا جول. شيكابالا يا عالكورة يا عالكورة يا عالكورة الكوية. شيكابالا في الدقيقة 90 يا عالكورة يا عالكورة. دقيقة 90 أعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان.
45 دقيقة الشوط الثاني. شيكابالا بيتقدم لنادي الزمالك. اهي اللعبة، وادي خطأ دفاع أسوان، خروج سليم عبد الخالق على طول اللعبة. وادي شيكابالا عرضية، مفيش محمود حمدي اللي لعب العرضية، وشيكابالا في الميعاد. حتة سليم عبد الخالق اللي خرج عنده شد. بقول لحضراتكم الكورة ملهاش كبير. الدقيقة 90 شيكابالا من جديد سيطرة اسماعيلاوية، استحواذ ديجو كالديرون. الله الله الله، بامبو الهدف الاول الموهوب، والامر الشوط الثاني يتقدم ويكلل مجهوده هذا اللاعب الرائع وهذا اللاعب الموهوب بالهدف الاول. هذه الكوره ادي بامبو ما يحطهاش غير لعيب مجري، ما يحطهاش غير لعيب موهوب. ابراهيم حسن جواهر ادي الاسيست الثامن لابراهيم حسن في الدوري المصري. صناعه الهدف الثاني الى اللاعب كريم بامبو ليسجل الهدف الرابع ليه في بطوله الدوري والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. روعه، هي دي الكرات الاسماعيلويه. والله وحشنا. تاسس سنه 1924 وادي كره مره ثانيه لديجو كالديرون والمحاوله. الثاني وجيه عبد الحكيم يتألق، وجيه عبد الحكيم صاحب ال 19 سنه ويسجل الهدف. النادي الاسماعيلي ادي الكوره، ادي الاداء. كالديرون راحت منه بالصدفه على طول على مره واحده بوجه القدم لوجيه عبد الحكيم. ادي اللاعب احمد ايمن الى على طول عرضيه. كالديرون هو الراجل سندها لنفسه على فكره، هو ما عملهاش للاعب وجيه عبد الحكيم، ولكن في النهايه يسجل وجيه عبد الحكيم الهدف الثاني للنادي الاسماعيلي. ابن ال 19 سنه في الدقيقه 19 من عمر واحداث الشوط الثاني. يا معلق المباراه اسكت خلاص، انا لعيب كبير، عندي امكانيات، عندي فنيات، عندي مهارات، زي ما الكابتن ميمي الشربيني بيقول اكسترا مع بطوله الدوري العام. ادي الكوره، ادي المحاوله، محمد فتحي خروج خاطئ، وادي على طول. مبروك للنادي الاسماعيلي، ثلاثيه كبيره. لكن قبل ما اختم عايز اشكر الساده المسؤولين عن التلفزيون المصري برئاسه الاستاذ هشام رشاد نائب رئيس. فوز الاسماعيلي بثلاثيه نظيفه على الداخليه، تسديده حلوه. ايه اللي بتعمله ده يا راجل؟ مدفع رمضان جوزيف. الله على ده هدف، الله على ده جول لطنطا. ليه الطنطاوية؟ دموع الكابتن خالد عيد خير رد على هذا الهدف. وقت تجهيز باتريك أدو، يا خوف يا باتريك، فات الميعاد. جوزيف بيسا وقت الحديث عن الهدافين أطلق تسديدة من الزمن الجميل. تسديد لمحمد حمدي وعلى مهله يمهد ويعمل العرضية ورأسية. أجوجو والله زمان يا جمعة، جمعة يسجل بعد غياب يعني شهرين ونص. أجوجو على طول يحط الجول. بصوا شوف مفيش ضغط، بأريحية يعمل العرضية، وهنا الرأسية من أحمد جمعة. أجوجو عملت البند وعلى طول يعني تظهر إلى النور، والكرة تعانق الشباك، ويعلن الفيدباك عن هدف أول في أحداث هذا اللقاء من نصيب المصري البورسعيدي، وأجوجو يعود للتسجيل. أجوجو بالقدم اليسرى، لكن محمد مجدي يلعبها. مجدي اتعملت حلوة، هدف عمرو مرعي. لسه بقول لحضراتكم محدش بيمسك خالص، مش حدش ماسك في فرقة الاتحاد السكندري، ويطلع الراجل لوحده بدون اي رقابة. عمرو مرعي بيحرز هدف اول لإنبي في الدقيقة 28. هدف اول لإنبي ويحرز الهدف التاسع ليه في المسابقة. عمرو مرعي ويطلع ويركب الكرة، والراجل قبل 2-3 لعيبة من خط الظهر بيحطها قبل الهاني سليمان اللي طلع ورجع مرة تانية. وعمرو مرعي بيحرز الهدف الأول لإنبي في الدقيقة 28. يتقدم إنبي، عشان بقول لحضراتكم المباراة ممكن تبقى أفضل من كده كمان من جانب الاتحاد. أدي هنا الأخطاء اللي موجودة واتكلمنا عليها قبل ما يجي الجول. قلنا الاتحاد السكندري عنده مشكلة في المسك، محدش بيمسك، الراجل طالع بيركب الكرة لوحده وبيحطها في الجول قبل الهاني سليمان عشان يتقدم إنبي بهدف. وإن شاء الله المباراه هتحلو، لان الاتحاد هيفكر يتعادل كده ويقول لك ازود النواحي الهجوميه واطلع واحد من اللعيبه الارتكاز الثلاثه اللي موجودين ويفكر في هدف التعادل. يلعب كده بمحمد سالم، عنده من اللعيبه الصراع كمان في المناطق الهجوميه. كره عاليه
بالونه كده الناحيه الثانيه، لكن يلعبها صبري. صلاح سليمان في غفله من خط الظهر، اخطاء قاتله موجوده في خط ظهر الاتحاد السكندري. الكره عاليه وكان ممكن الهاني سليمان وهي عاليه كده يطلع ياخدها، لكن المدافعين كمان بيتفرجوا. رامي صبري بيعملها بالعرض الراجل لصلاح سليمان، الراجل المساك بيلعبها لصلاح سليمان. الاثنين المساكين اللي كانوا موجودين في خط ظهر انبي بيطلعوا في الكرة وبيلعبها رامي صبري بالعرض على القائم الاول. بصوا هنا كرة عالية قوي، كان ممكن الهاني لو عايز يطلع ياخدها، لكن رجع مرة تانية وادي الراجل لوحده بيحطها على القائم الاول وبدون اي رقابة من بزوكا ولا من عطوة. ادي الراجل سايبه بيلعبها بمنتهى السهولة، وصلاح سليمان بيحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52. هدف هيفرق كتير قوي مع الكابتن طارق العشري. صلاح سليمان اخطاء كتيره في خط ظهر الاتحاد النهارده. خالد قمر لوحده في وسط 6، لكن بزوكا بيطلع بدماغه قبل بسيوني وتطلع ركنيه. شوف محمد سالم البديل الاول للاتحاد السكندري، هل هيكون على حساب خميس؟ ادي مره تانية بتعدي، مش ممكن على اخطاء خط الظهر من اول اللقاء. عطوة وبزوكا الاثنين النهارده مش في حالتهم تماما، وهدف ثالث لإنبي. عشان كده يبقى الموقف صعب جدا جدا على الاتحاد. تغيير متاخر عمله الاتحاد السكندري. ادي الكره بتعدي مره ثانيه بتعدي من خط الظهر، مش ممكن بمنتهى السهوله وبتخبط في ركبه عطوة، وهدف بنيران صديقه. بيحرز محمد عطوة هدف في مرماه، هدف ثالث بنيران صديقه في الدقيقه 63. مش ممكن اخطاء من خط ظهر الاتحاد السكندري. أومد أوكري في الدقيقة 19 بدأ من خطأ من أحمد سامي بيحرز الهدف الأول، ثم بعد ذلك استطاع باولو مفوفي في الدقيقة 71 إحراز هدف التعادل لفريق مصر المقاصة، قبل أن يضيف جون أنطوي في الدقيقة 82 الهدف الثاني لفريق مصر المقاصة. انتهى المباراة فوز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.